الحياة رحلة، وكثير يقولوا رحلة قصيرة. واحدة من أجمل العبارات اللي سمعتها: يجب أن يكون لك قيمة تقاتل من أجلها. من المؤسف أن يتقدم فيك العمر وتكتشف أن ما عندك حاجة عايش عشانها، ما عندك حاجة تعطيك الحافز أنك تقدم شيء قبل ما تمشي. ولو بعطيكم أمثلة، في ناس نشأوا في مجتمعات فيها نسبة كبيرة من الجهل، وعندهم وعي وعارفين بأن الجهل هذا بيأخر مجتمعاتهم، فأصبحت قضيتهم التعليم أو تعليم الجيل. والبعض الآخر قضيته ابتكار معين، ارتأى بأنه الابتكار هذا حيخدم البشرية، حتى وإن كان فيه مردود مادي، ولكن هو حيمشي، بس هو متأكد بأنه حتى بعد ما يمشي حيتطور هذا الابتكار والناس حتستفيد منه. وبعض الناس انولدوا وعاشوا وكبروا في وسط عائلة ظروفها صعبة، فجعل تحسين وضع العائلة هي قضيته. والأمثلة كثير. في وسط هذه المعمعة حرفيا وفعليا الناس هذه بتقاتل. أوجه كلامي للناس اللي جالسين ينتظروا بأنه الأوضاع تتحسن. في ناس فعلا أوضاعهم تحسنت، صفقت معاهم وجات معاهم صدفة، وفي ناس إلى الآن شيبوا وجابوا عيال، والعيال جابوا عيال اللي هم أحفاد، والأوضاع ما تحسن لأنه قاعد ينتظر. في تعاملنا مع الناس أحيانا نتجاوز ونتغافل ونمشي، لأن لنا أهداف أبعد، لنا أشياء شايفينها قدام. ما ودنا نوقف ونثبت بأننا صح، ولا نثبت بأننا أقوى ولا أفضل ولا ما حد يصنع لنا طرف. هذه الأشياء بتعطل الواحد وهو رايح في طريقه نحو الهدف. كل واحد فينا لازم يكون له حاجة حاطة في باله هي قضيته اللي ممكن يحارب ويقاتل عشانها، حتى لو ما قال لأحد هذا السر. لأنه ما سوينا زي كذا حنكون أسرى لأشياء كثيرة في الحياة: الوظيفة، الناس اللي ممكن يقدموا لنا الحاجة، المجتمع، الأفكار اللي ممكن تغزونا وتكون مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وديننا. وحطوا في بالكم، في الحرب أو القتال في جهتين أو أكثر. ما في جهة تدخل حرب خسرانة لو ما هي مؤمنة بالانتصار 100% أو بنسبة كبيرة ما دخلت هذه الحرب من الأساس. كذلك حتى على المستوى الشخصي لازم تكون مؤمن بأنك ستنتصر وستصل إلى الهدف المنشود. الفوز والخسارة بيد الله سبحانه وتعالى. إن ما وصلت للحاجة اللي تبغاها كسبت شرف المحاولة، وإن وصلت ستشعر بلذة الانتصار.